سلام شباب، كي دايرين؟ مزيان؟ كنتمنى تكونوا اون فورم على احسن حال. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس. ويلا اليوم غادي نهضروا على الماتش ديال ريال مدريد و فيا ريال. الماتش ديال الجوله 16 من الدوري الاسباني. فيا ريال اللي كيحتل المركز 7 ب 24 نقطه، واللي المدرب ديالو اللي هو كيكي سيتين، المدرب اللي درب البارسا ودرب بيتيس، مدرب مخضرم وكنا كنعرفوه. سجلوا 17 الهدف واستقبلوا 11 الهدف، 8 ديال التمريرات الحاسمه، حققوا الكلين شيت 7 ديال المرات. بالنسبه لهدافو الفريق اللي هما اليخاندرو باينا ب4 الاهداف، جيرارد مورينو بجوج الاهداف، ونيكولاس جاكسون بجوج ديال الاهداف. عدد الاسيستات اللي هما داني باريخو عدد الاسيستات ديالو اللي هما 3، نيكولاس جاكسون جوج ديال الاسيستات، والفونسو بيترازا اسيست واحد. بالنسبه لنجوم الفريق اللي هما داني باريخو نجم الفريق ب 7.38 كتنقيط، جيرونيمو رولي الحارس المرمى ديالو ب 7.31، والمدافع راول البيول ب 7.07. فيما يخص تشكيله الفريق اللي كيلعبوا فيها في اغلب المباريات، واللي هي تقريبا جوج ديال التشكيلات، نهضروا على تشكيله الفريق اللي كيلعبوا بها، اللي هو جيرونيمو رولي في حراسه المرمى، كظهير ايمن كيكو فيمينيا، كمدافعين اوسط خوان فويت وباو توريس، بالنسبه للمدافع ولا الظهير الايسر البرتو مورينو، في وسط الميدان إتيين كابوي، داني باريخو، ساميل شيكازوي، اليخاندرو باينا ويريمي بينو، هادو في وسط الميدان. بالنسبه للهجوم ارنوت دانخوما، والتشكيله اللي كيلعبوا بها اللي هي 4-2-3-1. بالنسبه للحارس رولي اللي سنى العقد ديالو مع فريق ديال اياكس الهولندي، واللي في المباراه الاخيره ضد فالنسيا ما لعبش ولعب بلاصو بيبي رينا، الحارس اللي معروف واللي صالو جال في اوروبا. يعني الحمد لله ان الحارس رولي ما غاديش يلعب حيت يتصنف من نجوم الفريق، وكان ممكن يوقف عظم ضد فريق ريال مدريد. بالنسبه للتشكيله اللي لعبوا بها اخر ماتش ضد فالنسيا واللي حققوا الفوز، لعبوا ب4-3-3، لعبوا في حراسه المرمى بيبرينا، كظهير ايمن كيكو فيمينيا، كمدافع راول البيول وباو توريس، وكظهير ايسر البرتو مورينو. في وسط الميدان لعب اليخاندرو باينا، داني باريخو وإتيين كابوي. بالنسبه للهجوم لعب سامويل شيكازوي ولا شيكويزي، جيرارد مورينو ويريمي بينو. هذه التشكيله اللي لعبت اخر مباراه ضد فالنسيا واللي ربحوا فيها. بالنسبه للمباريات الاخيره اللي لعبتهم فيا ريال، لعبوا ضد كارتاخينا كنقولوا كارتاخينا، لعبوا ضد كارتاخينا الاسباني في كاس الملك وربحوا ب5-1. لعبوا ضد فالنسيا كما سبق وقلت في البطوله وربحوا ب2-1. لعبوا ضد كويخويلو سيدي كويخويلو في كاس الملك وربحوا ب2-1. لعبوا ماتشات وديه ما عندنا ما نديرو بهم. لعبوا كاس الملك عاوتاني ضد سانتا اماليا وربحوا ب9-0. لعبوا ضد اسبانيول وربحوا ب1-0. لعبوا ضد مايوركا وخسروا ب2-0. وكمعلومه خفيفه بالنسبه لريال مدريد، هذه 5 سنوات ما عمره فاز على فيا ريال في لا سيراميكا، وهذا الشيء كيخلينا نتشائموا من المباراه، وكنتمنى ان الريال يحقق الفوز في لا سيراميكا من بعد 5 ديال السنوات. ندوزو دابا للفريق ديالنا اللي هو ريال مدريد. ريال مدريد اللي كيحتل المرتبه الاولى بمناصفه مع الغريم ديالو اللي هو برشلونه ب 38 نقطه. بالنسبه للتشكيله المحتمله ديال ريال مدريد، في حراسه المرمى غادي يكون تيبو كورتوا ماشي اندري لونين، حيت تيبو كورتوا كتعقيب بسيط اللي غاب على الكاس، وهذا بطبيعه الحال كيكون التعويض ديالو بلونين اللي كيلعب الكاس وكورتوا كيلعب الدوري والعصبه. يعني في الكاس كيعطيو فرصه للاعبين الاخرين، ولكن تيبو كورتوا كان مصاب في الرجل ديالو في العضله، كان مصاب، ويعني غادي يغيب على الماتش ديال الكاس بطبيعه الحال، وتنظن غادي يكون حاضر حيت من بعد الكاس شارك في التدريبات كاملين
فيما يخص التدريبات اللي كيسبقوا الماتش ديال فياريال. يعني كحراسة المرمى قلنا غادي يكون تيبو كورتوا ماشي اندري لونين. في الدفاع وكظهير ايمن غادي يلعب لوكاس فاسكيز. في الوسط الدفاعي غيلعب روديغر ودافيد ألابا وفرناند ميندي كظهير ايسر. بالنسبه لوسط الميدان هذه كتشكيله محتمله ماشي التشكيله الاساسيه. في وسط الميدان غيلعب توني كروس تشواميني ولوكا مودريتش. بالنسبه للهجوم فيدي فالفيردي وكريم بنزيما وفينيسيوس. هذه فيما يخص التشكيله المحتمله للفريق ديال ريال مدريد. بالنسبه للاعبين اللي غادي يتغيبوا على مباراه فياريال اللي هو كارفاخال واورديازولا و ماريانو دياز. هادو اللاعبين اللي غادي يتغيبوا على المباراه. بالنسبه للمباريات ديال الذهاب والاياب في الموسم السابق واللي تعادل فيهم سلبيا ريال مدريد في المباراتين الاثنتين، وكان المدرب ديك الساعه اللي هو اوناي ايمري. وكنعرفوا اوناي ايمري جلده ما كيتفكش. يعني الا مشى ترجع الفريق في بلوك راه ما غاديش تسجل عليه. وكنعرفوا اوناي ايمري في اليوروبا ليغ والالقاب ديالو، يعني مدرب محنك. بالنسبه لاخبار السوق وخبيرات السوق، بعض الاخبار كتقول بان توني كروس غادي يجدد الموسم اخر مع ريال مدريد. فيما يخص بيلينغهام وكارلوس كاربيو نائب صحيفه الماركا بان صفقه بيلينغهام لريال مدريد غتكلف النادي تقريبا ما بين 140 مليون و 150 مليون يورو، كتشمل المتغيرات وكل شيء من حيث تفاصيل العقد. الماركة قالوا بأن ريال مدريد مستعد يدفع 100 مليون أو 120 مليون وبالإضافة إلى 40 مليون كمتغيرات. خوسيه فيليكس دياز قال بأنه لن يكون هناك مزاد من أجل بيلينغهام. ريال مدريد ما غاديش يدفع أكثر من 110 مليون أورو، بالرغم من أن المتغيرات اللي هما اللي غادي يكونوا حاسمين. وقالوا بأن النادي محدد سقف الرواتب اللي هو 12 مليون يورو كحد اقصى في الموسم الواحد. يعني ما يمكنش يزيد اكثر من 12 مليون يورو في الموسم الواحد بالنسبه لريال مدريد. واحد التصريح قال بيلينغهام بانه معجب بزيدان، وهذا كيدل على ان ممكن بيلينغهام يكون اسطوره بحال زيدان، احسن قرع واحسن واحد كيفتقد الكثافه. في واحد التصريح ديال انطونيو كونتي اللي قال بان الحلم ديال حكيمي هو العوده لريال مدريد واللعب كاساسي في النادي. وكذلك قالوا الماركا بان ايدن هازارد كيعيش الاشهر الاخيره ديالو مع ريال مدريد، بالرغم من انه مازال له عام اخر مع الريال، ولكن الى جاء عرض غادي ممكن الريال يتخلاو عليه. وتا القيمه ديالو نقصات من 150 مليون اورو في 2018 هبطت القيمه ديالو ل 7.8 مليون اورو. كنشوفوا الحضار ديال اللاعب كيفاش ولا نقص بزاف كاع. وسالينا اخبار السوق. دابا غندوزو لجوج ديال الاخبار اللي كيقولوا بان دافيد ألابا رفض انه يلعب كظهير ايسر بلاص ادوارد ميندي، وقالوا انه تيفضل يلعب كمحور دفاع. وحتى في النادي قال لك بانهم معجبين بالدور ديال روديغر، ويعني روديغر كيهدد الثنائيه ديال ألابا ميليتاو في الدفاع. واحسن حاجه هي ألابا يوافق على اللعب كظهير ايسر مكان ميندي، وممكن ان النادي يستافد من التمريرات العرضيه ديالو اللي ما كنشوفوهاش مع ميندي اللي هو صاب دفاعيا ولكن هجوميا ما كنشوفوش شي اضافه ليه. وديك الساعه غادي نستافدوا من الثنائيه ديال ميليتاو وروديغر، وتكون احسن حاجه، والدفاع غيكون صلب اكثر. بهذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، وما تنساوش ديروا لايك وديروا سبسكرايب للشين وتفعلوا الجرس. بيس.